السلام عليكم متابعين مصر زمان. هنتعرف على حكاية عيدان خد الجميل وازاي دخل لمصر من 178 سنة ودلوقتي أصبح ذكرى. خد الجميل يا جسب سكر، عودك يميل شهد مكرر. النيل سجاك يا جسب سكر، لما رواك شهد مكرر. خد الجميل يا جسب سكر. رحلة الجسب الأحمر اللي معظم الناس بيقولوا عليه خد الجميل عشان لونه كان أحمر، وخصوصا عندنا في الصعيد أجدادنا وأبائنا عارفينه كويس ودايما بيتذكروه في حكاويهم. حكاية طويلة بترجع لأكتر من 178 سنة، لما سافر عمر أفندي أخصائي السكر في عهد محمد علي باشا في القرن ال19 في رحلة طويلة لأوروبا، بعدين أمريكا الجنوبية عشان يجيب القصب، وكمان كان حابب انه يعرف ازاي بيصنعوا السكر في جزر الأنتيل. في الوقت اللي كانت مصر عايزين يعملوا مصانع للسكر، المصانع دي اتعملت في الصعيد، وبتعيش ذكرى القصب الأحمر لحد دلوقتي من ذكريات الزمن الجميل للناس اللي شافوه وأكلوا منه زمان وشافوا زراعته، خصوصا مشهور أكتر في صعيد مصر. وبتأكد المصادر التاريخية إن المحارب العظيم إبراهيم باشا بعد ما قدر يسيطر على الصعيد وطرد المماليك لحد السودان، وبعد ما نجح في مطاردة وهزيمة الحركة الوهابية والدولة السعودية الأولى في الحجاز، طلب من محمد علي باشا والي مصر إنه يمنحه 1000 فدان من أطيان الأبعدية في الصعيد، وخاصة في محافظات جرجا وأسيوط لحسابه الخاص. إبراهيم باشا ده الابن الأكبر لمحمد علي باشا من مواليد سنة 1789. كان مساعد والده وبياخد رأيه في كل حاجة بيعملها، شديد وقوي جدا، قائد للحرب وما بيخافش من الموت، ما كانتش بتفوته أي حاجة، دخل في حروب كتيرة وكان دايما بينتصر، وتوفى سنة 1848. قام والي مصر محمد علي باشا بمنح ولده اللي كان بيحبه جدا، وطلب منه أي شيء كان بيعمله له. والمعلوم إن إبراهيم باشا اللي جاب الكثير من الأشجار من أوروبا، بعت شخص للوجه القبلي علشان يشوف له أراضي تنفع لزراعة قصب السكر. ورغم إن مصر كانت بتنتج الكثير من السكر، إلا إن إنتاجها كان بس بيغطي الاستهلاك الداخلي، كانت مصر بتعتمد على السكر الأوروبي. عمل إيه بقى إبراهيم باشا في سنة 1838؟ بعت الأمين على أسراره عمر أفندي أحد الأخصائيين في صناعة السكر إلى جامايكا في أمريكا الجنوبية، ودي كانت من أوائل المستعمرات الإنجليزية إنتاج للسكر على مستوى العالم في الوقت ده. وعشان السكر قامت حروب ومشاكل كبيرة، وتم استعباد البني آدمين وحولوهم لعبيد. المصادر التاريخية بتقول إن الإنجليز والأسبان جابوا آلاف الأفارقة العبيد عشان يشتغلوا في السكر في جامايكا، بعدين استبدلوهم بعمالة من الهند والصين، بعد ما تم توقيع انجلترا على معاهدة تحريم التجارة في العبيد. رحل عمر أفندي للقارة الأمريكية وأحضر من جامايكا نوع من القصب الأحمر، وتمت زراعته في الصعيد. بعدين فضل الأهالي يقوموا بزراعته حتى سبعينات القرن الماضي، وكان يطلق عليه الأهالي قصب البس والقصب الأحمر. وجاب عمر أفندي معاه نوعين من الإنجليز عشان يعملوا مزارع القصب الكبيرة ويعملوا مصانع للسكر في الصعيد، وتمت زراعة الأصناف في الصعيد. قصب السكر ما كانش بيعتمد على البذور زي المحاصيل التانية، كان بيعتمد على العقدة. وخلصت حكايتنا عن القصب الأحمر.